السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيه داخل الوطن وخارج الوطن، سعيد بلقياكم. كما كنشوفوا هناك واحد الغليان داخل المجتمع المغربي. هناك حراك شعبي يطالب بالتغيير، يطالب بالعيش الكريم، الاستفاده من الثروه، محاسبه ناهبي المال العام، محاربه جميع اشكال الريع. وفي المقابل كاينه الدوله تواجه هذا الحراك الشعبي بالقمع والبلطجه، مما جعل بعض الأشخاص يحرقون الراية المغربية ويحرقون جواز السفر، وهذا ناتج عن عدم نضجهم وعن سذاجتهم. الراية رمز للوطن، والوثائق راه تسهل عليك الدخول والخروج باش تدخل الإدارات. أنا مغربي من أصل إسباني، عندي مشكل مع المغرب وعندي مشكل مع إسبانيا. في المغرب المؤسسة القضائية حرمتني من واحد الحكم قضائي اللي هو من حقي وعندي جميع وثائق الإثبات، واللي حتى رجال القانون كل من رجال القانون كيقولوا لي هذه المسألة راه من حقك، هذا الحكم القضائي من حقك، اني بس نسترجع الاسم العائلي ديالي. الشيء الذي جعلني أحقد على المؤسسة القضائية وعلى كل من يشتغل في هذه المؤسسة القضائية، كنحقد عليهم. وبالنسبة لإسبانيا حرمتني من الجنسية الإسبانية. علاش؟ لأنني وعندي وثائق إثبات باش نثبت على أنني إسباني، ومحتاج هذا الحكم القضائي باش نعزز الملف ديالي. هادشي ما غاديش يجعلني نحقد على الدولة الإسبانية ونحرق الراية المغربية أو نحرق الراية الإسبانية. حقدي على المؤسسة القضائية وعلى أشخاص، ليس حقدي على الوطن. الوطن فوق كل اعتبار. الراية رمز للوطن اللي كتجمع بيني وبينه واحد العاطفة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الوثائق باش ندخل الإدارات وباش ندخل المستشفى وباش ندخل. لا حرقت الوثائق راه بحال حرقت راسي، لأنهم جزء مني وأنا جزء منهم، ودافع فيهم فلوس. لا كارت راه ب 15 هاد الباسبور راه ب 6000 ريال، جزء مني وأنا جزء منهم، داو مني ميزانية. هذه المقدمة، غادي ندخل في الموضوع. هناك سيناريو كيقول على أن الدولة مستفدة من هذا الحراك الشعبي. في الظاهر كتقمعه، ولكن في الباطن هي اللي كتحركه. كيفاش الدولة مستفدة منه؟ شي واحد غادي يقول لي انت كتدخل وتخرج بالهضره. الدولة مستفدة من هذا الحراك الشعبي لأن الدولة عندها واحد البرنامج وفيها ما توقف هذا الحراك الشعبي واحد السهولة. علاش؟ لأن شوية الإصلاحات المغاربة حنا راه في ساعة تنساو، ما عرفتش تيكون بيناتنا وتكون مضاربة كاع شوية ديال الناس كيتدخلوا تنازل وكتبرد القضية وكتنسى. فيها الدولة فيها ما توقف هذا الحراك الشعبي، ولكن باقي ما طابش. يعني النفطة باقا ما طابتش. داكشي علاش الدولة ما بغاش تحبسو دابا. كيفاش مستافدة منه؟ أولا غادي تنسف الأحزاب السياسية وبصفة نهائية، بصفة نهائية. أكثر من هما منسوفين وزاد غادي تنسفهم وبصفة. حتى شي واحد ما بقى يثيق في السياسيين. شوفوا هذا الحراك الشعبي، كاين شي واحد كيتكلم على الشعب وكيتكلم على الحقوق ديال الشعب ولا وبالمقابل شوفوا هاد الايام قال لي راه تيفرقوا في هذوك سميتهم هذوك الايباد ودوك الهواتف الذكيه، يعني استفزاز للمشاعر باش يبقاو هذوك باش يغديو هاد الحراك الشعبي. هذا من جهه. من جهه اخرى غادي تضرب حتى الاسلاميين. كتشوفوا هذوك البرامج اللي تتقدم الدوزام ودوك الافلام الاباحيه والسهرات، يعني حتى الاسلاميين مستهدفين، حتى الاسلام مستهدف. وما قام به هذاك الزفزافي داخل المسجد ادى خدمه للدوله وكانه عميل ديال المخابرات. وكان هادشي انا كنقول وكانه، ماشي وانه، راه كاين وكانه عميل للمخابرات. لان شوفوا ما ترتب عن هذيك الدخله ديالو للمسجد، محاربه المساجد، محاربه الخطباء ديال الجمعه. الخطيب مال واش دار؟ غادي يأدي واحد الخطبه، غنصلي وغادي نمشي. بغينا الدين، راه كاين الانترنت، كاين مكتوبه، كاين عطا الله فين تفقه في الدين. راه ماشي الخطبه ديال الجمعه هي اللي غادي تردك عالم ولا تردك واحد الورع ولا.
يعني ادى واحد الخدمه للدوله. الناس دابا ولات كتستهزأ بالخطباء ديال الجمعه، ولات يعني عطى العلمانيين فين يشدوا. يعني الدوله مستافده من هذا الحراك الشعبي، غتنسف الاسلاميين وبصفه نهائيه، ماشي كاحزاب، حتى كاشخاص، حتى كجماعات ولاو منبوذين داخل المجتمع، ولاو الناس كيتسفلاو عليهم تيسبوهم. يعني هناك هادشي تيخدم لصالح الدوله، والدوله ما بغاتش تدخل دابا، ما بغاتش تدخل دوك. علاش؟ فيها ما توقف هذا الحراك الشعبي، ولكن كتسنى في النفط الطيب. حتى الا تدخلت الدوله ودارت شي اصلاحات، هذيك الساعه غادي تنسب ليها هذيك الاصلاحات، ما غاديش تنسب لشي سياسي ولا. هناك هناك سيناريو وارد، هذا سيناريو وارد، هذا رأيي الشخصي، أن الدولة هي من تحرك في الباطن، هي من تحرك هذا الحراك الشعبي، وفي الظاهر كتقمعه، لأنه عندها واحد البرنامج وباغا تستافد من هذا الحراك الشعبي. غادي تنسف الأحزاب السياسية، ما غاديش يبقى لها وجود، غتبقى هي الدولة هي اللي في الواجهة، ولا دارت شي إصلاحات غادي تكتب لها هي. وفي نفس الوقت الإسلاميين نهاية الإسلاميين. أما الإسلام راه ما تكونش النهاية ديالو، لأن الحمد لله الإسلام راه عنده الله سبحانه وتعالى اللي تيحميه. هذا سيناريو وارد، رأي يحترم على كل حال، ورأي كل شخص راه يحترم وعلى كل حال كيفما كان نوعه. والسلام عليكم ورحمة الله.